زعلان وحزين من المباراة والنتيجة والشكل اللي ظهر بيه اللعيبة. فكنا بنتكلم وابتدينا نتوقع النتيجة، لكن الحقيقة النهاردة ماتش كان صعب قوي، فريق تقيل قوي. عشان نعترف بالكورة، هم فريق أتقل من النادي الأهلي في الوقت اللي احنا فيه، مدرب أتقل من المدرب اللي احنا معانا. يعني ده وجهة نظري أنا شخصيا. المدرب بتاعهم برغم إنه عنده 36 سنة، لكن مدرب فاهم بيعمل ايه، عنده لعيبته بيعرف يستغلها ازاي. فاحنا موجودين هنا مش عشان بقى ايه نقول هارد لك، طبعا هارد لك للنادي الاهلي، بس مش هنطبل وانا هنقول حاجه عكس الحقيقه، عكس الواقع. اللي حصل النهارده للنادي الاهلي هو ده حال وواقع للكره المصريه للفتره اللي جايه، لان احنا بنتكلم على الاهلي والزمالك. بس ما دام احنا بنتكلم على الاهلي النهارده مش هدخل الزمالك في الموضوع، لان الزمالك حالته حاله هو كمان. لكن النهارده اللي احنا شفناه في الكوره من فريق سان داونز قدام النادي الاهلي، اللي هو اكبر واعظم الانديه المصريه واقوى الانديه المصريه واقوى اللعيبه اللي موجوده في افريقيا، ولعيبه تتاقل الفلوس بتاعتها بمبالغ كبيره جدا مقارنه بفريق سان داونز. اللي حصل النهارده عيب، ما كانش ينفع في النادي الاهلي، وما كانش ينفع ان لعيبه النادي الاهلي تظهر بالشكل ده، في ظل ان انت معروف انت عايز الماتش ده باي طريقه انك تكسب او على الاقل تتعادل. فاللي حصل النهارده فضيحه، يعني حرام، وما يستاهلش ابدا جمهور النادي الاهلي ولا اسم النادي الاهلي ان يحصل فيه كده. انا مش هكلمكم بقى على اداره، ولا هكلمكم على يعني لان في ناس تقول لي اداره، يعني الاداره بتوفر كل حاجه. حقيقه كابتن خطيب بيوفروا كل حاجه. المشكله الوحيده بس للاداره هو انك تطلع جيل فيه لعيب الكوره زي اللي احنا بنشوفه في سان داونز، جيل تقدر تعتمد عليه بدل ما تشتري من بره. قطاع ناشئين يفرز لعيبه بتعرف تلعب كوره كمجموعه مش كافراد، جيل يفرز مجموعه من اللعيبه تلعب كمجموعه وكره جماعيه زي ما شايفين في سان داونز كده. ده اللي انا بتكلم فيه. انا في اللايف ده انا هقسمه اجزاء. الجزء اللي انا بتكلم فيه دلوقتي هو جزء النتيجه والحاله المحزنه والمخزيه اللي احنا شفناه من ماتش سان داونز. حقيقه بيبين لنا واقع الكره المصريه في اكبر ناديين في مصر، والنهارده الاكبر طبعا بالنسبه للنادي الاهلي. امكانيات مختلفه الحقيقه للعيبه، امكانيات ذهنيه للعيبه سان داونز مختلفه. انا بشوف طاهر اللعيب بيعدي من قدام بياخد الكره وده واقف، بشوف محمد عبد المنعم واقف، علي معلول بيضغط في مكان غير مكانه وبيروح في ما اعرفش بتضغط ليه يا معلول؟ انت بتضغط ليه؟ ما تخليك في مكانك، هتخليك في مكانك. اللعيبه بتروح مش مركزه خالص، مش فاهمه واجبات مركزها. حبيبي كباتن النادي الاهلي، انا عايزك لما تيجي تكسب فريق زي سان داونز، ما تكسبليش فريق زي اسوان، ما تكسبليش فريق زي الداخليه، ما تكسبليش فريق يعني برضو يعني كل احترام ليهم. انا عايز فريق النادي الاهلي يكسب الفرق دي، فرقه الكوره. عايزك لما تلعب كوره زي سان داونز. ده اللي انا بتكلم فيه. وعشان انا بحب فريقي وبحب ناديه، بحب اشوفه احسن حاجه. اللي انا شفته النهارده ده اوحش حاجه حصلت للنادي الاهلي، ان لعيبه في جزء منها لعيبه مغروره، وفي لعيبه منها تستاهلش انها تلعب في الاهلي، لعيبه منها اخذوا الصيت اكبر من حجمهم. وبالتالي ده الجزء الاهم. مدير فني انا شايف ان هو ما اضافش للنادي الاهلي حتى الان. حقيقه النهارده كولر بيثبت لي ان هو ما اضافش حاجه في الكوره، ما اضافش حاجه لكل لعيب على فردي في الناحيه الفرديه والناحيه الجماعيه. مفيش خالص. يعني النادي الاهلي بتاريخه الطويل ده والكبير ده يحصل فيه كده من نادي لسه مبتدي مثلا في التسعينات؟ ده اللي انا شايفه. حاجه بقى غريبه جدا انا مش مصدقها. الشناوي، محمد الشناوي، في ايه يا محمد؟ في ايه الشناوي؟ ولما طلعت قلت يا جماعه ريحوا الشناوي وجيبوا ادوا فرصه لعلي لطفي
وادوا فرصه لشوبير لما يرجع، وادوا فرصه للناس. الناس قالت لك ايه اللي انت بتقوله ده؟ ايه اللي انت بتقوله ده؟ ادوا فرصه للناس. الشناوي مش في حالته، خلاص اديله فرصه، ريحه يا عم لو انت بتعمل الروتيشن. لكن هو اللي بيلعب كل ماتش حقيقه. يعني الاجوال كلها الشناوي يسال عنها برضه. مشاكل في الدفاع لكن يسال عنها. ياسر ابراهيم، محمد عبد المنعم، الشناوي النهارده كان الدور الاكبر ليهم وما عملهوش. فانت يعني بالطول ده كله وحجم الايد دي والجسم ده كله مش عارف تفرد ايدك. حقيقه انا زعلان وزعلي طالع. وانا مع اني ما بحبش اتكلم على لعيبه ولا بتكلم على لعيب بعينه ولا، لكن الموضوع صعب. الموضوع اما بيجي بشوف كده النادي الاهلي بيتنقل عليه جمله من اول حارس المرمى عند حسام داونز لغايه اما يوصلوا يجيبوا جول. لا، دي مهزله. ولولا بيرسي تاو اللعيب الوحيد اللي فايق النهارده واللي عنده كوره كان شكلنا بقى وحش جدا. ما كانش الجولين دول جم لولا بيرسي تاو بس، عشان نبقى متفقين. ومحدش يقول اصل هو عارفهم هو حافظهم. لا، هو الواد الصراحه عايز في الكوره، لعيب كويس صراحه. ولولا كمان اخطائهم هم كمان، ولولا عشان بس الناس اللي معايا على اللايف، انا ولا بصطاد في الماء لا يكره حبيبي يا حسام. روح انت، مش عاجبك كلامي روح في حته ثانيه، ما تخشش تتكلم معايا هنا. انت لو شايف انا بصطاد في الماء لا يكره ومصالح يبقى انت ما تفهمش حاجه، يبقى انت مش جمهور اهلي اصلا، يبقى انت مش محروق. انا ولا بتكلم على اداره ولا انا بتكلم على فريقي. ولولا النهارده ان اللعيبه بتاعت سان داونز استهترت في وقت من الاوقات ما كناش جبنا الجولين دول. وعندهم مشاكل كبيره جدا في خط الدفاع ما استغليناهاش. لما ابتدينا نضغط في كام كوره جبنا جولين.